شوط أول أنهاه البارسا متقدم في النتيجة، والآن علينا بأن نشاهد ماذا سيقدم الفريق في الشوط الثاني. فرانكي دي يونغ. فشل الفريق في تحضير اللعب. غوميز. بينية تضرب الدفاع، يسير بالكرة باتجاه المرمى، حارس المرمى موجود يبعد الكرة. ديونغ وصلت لميسي، فرصة كانت كبيرة جدا لإدراك التعادل لولا حارس المرمى الذي ظهر بصورة البطل، منع فرصة هدف. أوه، أي حارس مرمى، أي كرة وأي تصدي، مرونة خيالية، رشاقة غير عادية. حارس المرمى يتألق في اللقطة الماضية. تنفيذ الضربة الركنية في وسط منطقة الجزاء، حلوة الفكرة لكن التنفيذ ما كان بنفس الدقة. لعبة مقصية، كرة على الطاير لكن الكرة بعيدة عن المرمى. اللقطة الماضية لو كانت هدف كان ممكن تكون واحدة من أجمل اللقطات في هذه المباراة. كارلوس سولير. فالنسيا في حالة الهجوم الآن. دانيال فاس، عرضية في وسط ال 18. بيكي وممنوع المرور. تمريرة بالخطأ بدون تركيز في اللقطة، الكرة بتتحول إلى خارج الملعب لأن الحكم الآن يحتسب الخطأ بعد عدم استغلال كرة إتاحة الفرصة، يخرج الكرت الأصفر لمرتكب هذا الخطأ. تمريرة باتجاه الجناح، أفضلية لمصلحة فالنسيا. البحث مستمر عن التعادل ولكن بهدوء وبدون استعجال. كارلوس سولير، الله على حارس المرمى، شوف التصدي، شوف اللقطة، كرة كانت صعبة لكن شوف المرونة، ردة الفعل الجميلة. شوف المدرب غير سعيد بضياع فرصة التعادل، كان يتمنى الكرة في الشباك. ركنية تنفذ في منتصف ال 18، كرة بتتخلص من المنطقة. جريزمان يتقدم فيها، لقطة حلوة، فرصة خطرة مع جريزمان. يا الله، ركلة الجزاء، حكم المباراة يحتسب هذا الخطأ. إذا تم استغلالها استغلال مثالي ستعمق الجراح وراح يكون من المستحيل العودة. سوء تقدير الموقف من اللاعب وخطأ صحيح، كانت عرقلة واضحة وخطأ صحيح يحتسب حكم اللقاء. الحارس يتصدى لركلة جزاء ينفذها ميسي. أكيد فيها ندم، فيها حسرة على ضياع ركلة الجزاء. ركلة الجزاء فرصة ذهبية للتسجيل لكن تحتاج إلى اختصاص، إلى لاعب يحافظ على هدوءه، على تركيزه، إلى لاعب يجيد تنفيذها بشكل مثالي. رمية تماس تلعب بطريقة خاطئة تصل إلى الخصم. جوردي ألبا وصلت لميسي. برشلونة يهاجم، استخلص الكرة بشكل ممتاز، خلصها في اللقطة الماضية. مرتدة ممكن تكون سريعة، الفريق لازم يستغل فرصة الكرة المرتدة. خلصها وعليه الابعاد. الحكم ما زال محافظا على هدوءه، يكتفي بتوجيه كلمة للاعب، على اللاعب أن يكون حذرا في قادم الأوقات.
الجزاء، ضربة جزاء يتصدى لها حارس المرمى ببراعة. أي توقع في التصدي. تنفيذ ركلة الجزاء كان رائعا، لكن حارس المرمى كان أكثر روعة. مساحة كبيرة أمام جوردي ألبا على الجناح. إمكانية الكرة العرضية، يحافظ على كرته بقوة. سيرجيو بوسكيتس، تدخل واستخلاص الكرة خطيرة. أنطوان غريزمان، على القائم البعيد يتواجد كوتينيو. فرصة خطيرة جدا، راح وضرب الكرة براسه، لكن وين التوجيه؟ ضاعت الكرة، راحت الكرة. كارلوس سولير، دانييل واس، فتح اللعب على الأطراف. حكم الراية يرفع رايته، يعلن عن وجود تسلل. ليونيل ميسي، الكرة تصل لغريزمان. فرانكي ديونغ، إمكانية للتسديد. حارس المرمى ببراعة يتصدى. الله على لقطة، حارس ممتاز، كم متوقع بأن يتصدى لها. كوتينيو، كرة بتتخلص، برافو للمدافع في التغطية. فرص تتوالى مع ضربة ركنية أخرى. ركنية تلعب من ميسي، يبعد الخطورة عن منطقته. المنافس يسيطر على الكرة. مارتن برايت وايت، بينية مرفوعة، يتقدم بالكرة، فرصة خطيرة. تسرع بعض الشيء في مسألة تحركه، الحكم يعلن عن وجود تسلل. كما نشاهد في الإعادة البطيئة، القرار كان صحيحا بإعلان التسلل في اللقطة الماضية. غونزالو غويديس، ينطلق بالكرة في العمق. بيكي وممنوع المرور. كرة بتتخلص بشكل ممتاز. عرضية في وسط البوك. رمية تماس لمصلحة فالنسيا. واضح أن قادم اللحظات ممكن نشاهد تغيير من جانب المدرب. فرصة لإرسال كرة عرضية. عند الكرة في مكان خطير، افتكاك ممتاز للكرة. فرصة الهجوم مرتد في هذه اللحظات. رمية تماس. غونزالو غويديس، كيفن جاميرو، العرضية في وسط المنطقة. كان قريب من الهاتريك، كان يتمنى مباراة للتاريخ في سجله، لكن الكرة بتضيع. كوتينيو، شوف الصلابة، انظر إلى القوة البدنية في الاحتفاظ بالكرة. ليو ميسي يتدخل ويسترد الكرة بهدوء. غوميز، غونزالو
غونزالو كويتس بيعدي فيها، بيمر، بيعدي تير شتيجن يبعدها، لكن ما زالت خطيرة. سيرجيو بوسكيتس ليونيل ميسي، المساحة أمامه على طرف الملعب. شوف التدخل، لكن الكرة بتطول بعد ذلك وبتتحول إلى رمية تماس. أنطوان غريزمان، ليونيل ميسي. برشلونة يستغل الأطراف الآن. تمريرات مستمرة بين الفريقين، تيكي تاكا مثالية حتى الآن. اعتراض ممتاز من الدفاع يمنع الخطورة من مرماه. يفقد الاستحواذ. مارتن برايت وايت، فرصة لوضع الكرة في الشباك. مميز جدا حارس المرمى. شوف التصدي، شوف الواحد على واحد، انظر كيف تعامل، كيف تصرف، اي مرونة. يبقي الكرة بعيدا عن المرمى، والنتيجة كما هي بالتأكيد. عرضية يوقف الدفاع في الوقت المناسب. أنطوان غريزمان، فرصة والمساحة موجودة. تدخل وإبعاد الخطورة. يتعرض لضغط كبير، يتقدم فيها بمهارة. الله على الاستحواذ على الكرة. كرة مع بيكيه، تسديدة قوية على المرمى، لكن راحت بعيدة لأن لم يضع فيها أي تركيز. سدد بدون تصويب. في اللقطة الماضية خرجت بدون خطورة. غونزالو كويتس، كرة في الجناح. غونزالو كويتس، تسديدة بعيدة والكرة بتتحول إلى ضربة مرمى. حلوة التمريرة باتجاه غريزمان. يهرب بالكرة، مر فيها، انطلق فيها، راح. خطورة مستمرة بعد فشل إبعاد الكرة. ربع ساعة تفصلنا عن نهاية اللقاء. فرصة الآن لكرة مرتدة. كرة مرتدة والدفاع يحتاج للعودة. أوه، الحكم ما يرحم. ضربة جزاء، ضربة جزاء مشاهدينا. الحكم يشير إلى ركلة الجزاء ويخرج البطاقة الصفراء بعد هذا التدخل. حولها في المرمى بنجاح. الله على التنفيذ. نتابع مرة أخرى كيفية تنفيذ ركلة الجزاء. أفضل شيء في الهدف أنك تخادع حارس المرمى، خلاه في جهة والكرة في جهة. يا سلام على هذه الكيفية. والتعادل يعود مرة أخرى في هذا اللقاء. نعود إلى نقطة البداية من جديد. غوميز، كرة بتصل وبتعدي بالخط الخلفي. غونزالو كويتس، اوه، هدف ثاني ياتي سريعا. لا يرحمون، لا يتراجعون، يبحثون عن الفوز، يرغبون في قتل هذه المباراة. الله على هذه الضربات. نشوف الهدف مرة أخرى واللمسة البينية الجميلة، ومن ثم الإنهاء الجميل جدا. تعرض لضغط كبير من
الخصم، لكنه عرف كيف يتخلص، عرف كيف يتصرف. لا شك بأن المدرب الآن سعيد بكل ما يقدم لاعبه في أرضية الملعب وبهذا التفوق الكبير في أرضية الملعب. هدف التقدم الآن قبل صافرة النهاية بقليل، هدف قد يحدد هوية الفائز في هذه المباراة. قوة كبيرة في الاحتفاظ بالكرة. ربما تكون الفرصة الأخيرة للعودة في المباراة. دفاع سيء الحقيقة. ضغط مستمر، تبادل الكرات، محاولة لإيجاد فرصة في إيجاد ثغرة في الدفاع. يا سلام على هذه الجماهير، انظر إلى المدرجات، استمع إلى الأهازيج، إلى التشجيع. هذه فرصة هدف. يا سلام يا تير شتيجن، تصدي لفرصة خطيرة جدا. بيرفعها في وسط المنطقة، أبعد الكرة من مناطق الخطر. كيفن كاميرو، لونكلي يبعد هذه الكرة من أماكن الخطورة. 9 دقائق متبقية من عمر المباراة. قد تكون هذه آخر فرصة لهم في المباراة لتسجيل التعادل. جريزمان، يا سلام على الهروب، شوف التشيك اوت في اللقطة الماضية. تسديدة بعيدة عن المرمى، بتمر الكرة السهلة. كارلوس سولير، تمركز ممتاز يساعدك في قطع الكرة. واضح ان مدرب الفريق الضيف يفكر في تغيير وضخ دماء جديدة في الفريق. باتجاه المنتصف، بيانيتش، فرصة للتعادل، كرة للتعادل الآن. الكرة ما كانت صعبة على حارس المرمى، يرتمي ويتصدى بدون أي مشاكل. ركنية ملعوبة في وسط 18. ابعاد الكرة، تدخل في توقيت مثالي لإبعاد الخطر. كوتينيو، ويرتكب هبوة قاتلة، تدخل خاطئ في منطقة الجزاء. بيرسل الكرة لوسط المنطقة، ضاعت الكرة وضاعت الهجمة. فرصة لكرة مرتدة. ماكسيميليانو غوميز، فرصة للتقدم الآن من جديد، والتسديدة والكرة تصل إلى الحارس. يلعب الكرة الوسط 18. الكرة بتتجدد بعيد عن المرمى. اوه، حلوة الفرصة، الله على التسديدة، بعيدة المدى لكن قريبة من المرمى، كادت أن تحرك الشباك. أنطوان جريزمان، وتنظيم الهجوم الآن بطريقة ممتازة. ممكن تكون هذا مستحيل. الكرة بترتد من القائم. الله، أي روح وأي إصرار، أي عزيمة وأي عودة في الوقت الأخير. التعادل يأتي، الله على الكمباك. مع إعادة الهدف نشاهد بأن كان ممكن من البداية التعامل مع الموقف بشكل أفضل. تركوا الفرصة للخصم لكي يدخل المنطقة ويبقى فيها لكل هذه الفترة. خطأ لا يغتفر،
وكلفهم هذا الهدف. والتعادل يعود مرة أخرى بهذا الإيقاف. نعود إلى نقطة البداية من جديد. استعادة الكرة بشكل سليم. نقترب من نهاية هذه المباراة. شفت نقل الكرة بثقة كبيرة. ممكن نشوف هذا. يا رباح على الكرة. يا هي فرصة ضاعت. التوفيق في اللقطة الماضية. شوف الباكورد، شوف المهارة، كل شيء كان حلو إلا النهاية مستحيل. الكرة الماضية. المباراة توقفت لفترات طويلة. الحكم يحتسب 5 دقائق الآن كوقت بدل ضايع. قوة كبيرة في الحفاظ على الكرة. ليونيل ميسي. ميراليم بيانيتش تذهب لجريزمان. فاول من مكان خطير. قد نشاهد البطاقة تظهر الآن. بطاقة صفراء تخرج الآن للاعبي فالنسيا. حتى وإن كانت نية استخلاص الكرة، لكن التدخل في النهاية كان على قدم الخصم وليس على الكرة. لم يقدر اللاعب التدخل بشكل صحيح، وفي الأخير كانت علقلته على قدم خصمه ومخالفة صحيحة. كيفن كاميرو. كارلوس سولير يفقد الكرة وضاعت عليه الفرصة. ممكن هجمة مرتدة الآن. ليو ميسي تصل لميراليم بيانيتش. مدافع بيخلص الخطورة ويتصدر التصويبة الماضية. هجوم منظم الآن من الفريق في اللحظات الأخيرة بحثا عن فرصة هدف الفوز. كرة بتمر بجوار المرمى. أنطوان غريزمان الآن مع كوتينيو. تمريرة كوتينيو لا تمر. فالنسيا في حالة الهجوم الآن. مجهود مميز. أوهو، أي حارس مرمى، أي كرة وأي تصدي، مرونة خيالية، رشاقة غير عادية. حارس المرمى يتألق في اللقطة الماضية. كرة تقف عند حارس المرمى بدون أي مشاكل. حكم يشير إلى نهاية الوقت الرسمي لهذه المباراة بالتعادل بين الفريقين. يسير بالكرة باتجاه المرمى. غوميز. يا رباه، مستحيل ما يحدث. ما كل هذه المتعة. ليونيل ميسي، فرصة كبيرة للتعادل. والكرة في المرمى. هدف التعادل يأتي من البارسا. تدخل ضعيف من المدافع. محاولة هدف التقدم. أوه، الفرنسي غريزمان يضع الكرة في المرمى. حولها في المرمى بنجاح. الله على التنفيذ. كرة بتصل وبتعدي من الخط الخلفي. كونسالو كويتس. اوه، هدف ثاني ياتي سريعا. لا يرحمون، لا يترك. وتنظيم الهجوم الآن بطريقة ممتازة. ممكن تكون هذه آخر فرصة لتسجيل التعادل. الله، أي روح وأي إصرار، أي عزيمة.
يسير بالكرة باتجاه المرمى. جوميز، يا رباه، مستحيل ما يحدث. ما كل هذه المتعة. ليونيل ميسي، فرصة كبيرة للتعادل. والكرة في المرمى. هدف التعادل يأتي من البارسا. محاولة هدف التقدم. الفرنسي جريزمان يضع الكرة في المرمى. حولها في المرمى بنجاح. الله على التنفيذ. كرة بتصل وبتعدي بالخط الخلفي. جونسالو كويتس. هدف ثاني يأتي سريعا. لا يرحمون، لا يتراجع. مستحيل. كرة بترتد من القائم. الله، أي روح وأي إصرار، أي عزيمة.